عاوزاك كده تتخيل لو انت عرفت تتوقع كل زميل معاك في الشغل بيتصرف ازاي. عمرك شفت زميل دايما هو اللي بيوصل اول واحد في الشغل، وقبل اصلا ما انت تفوق هتلاقيه مخلص كل الشغل اللي وراه؟ وفي كمان طبعا اللي بيجي الشغل ومعاه القهوة بتاعته وعلى وشه كده ابتسامة وبيضحك ومفيش اي توتر كده بالنسبة له، كأن مفيش اي حاجة في الدنيا مزعلاه. ماشي يا عم، بس فجأة كده هتلاقيه قلب الدنيا إنجازات وشغل ويخلص اللي وراه. طب تفتكروا بقى ده ليه علاقة بالبرج؟ أكيد أيوة طبعا ليه علاقة، وأنا هنا النهاردة علشان خاطر أكلمك في الفيديو ده على أنواع الموظفين حسب كل برج. مين الموظف اللي دايما جاهز، ومين اللي لازم نراجع معاه وراه كده مرة واتنين وتلاتة. مين بيحب الشغل الجماعي، ومين بيحب إن هو ويعمل أفضل أداء بالنسبة له وهو لوحده. ومين اللي لما يكون مدير يخليك تحب الشغل وتروح كل يوم كده وعلى وشك ضحكة وانبساط. ومين اللي يخليك تكره اليوم اللي جيت فيه الشغل ده. صدقني الأبراج ممكن تكشف حاجات كتير عن طريقة كل شخص في الشغل، من تعامله مع أصحابه أو زملائه في الشغل لطريقة قراراته وحتى لرد فعله تحت الضغط. سواء كنت بتدور على شريك شغل تشتغل معاه وسط فريق، أو حتى بتحاول تفهم نفسك أكتر في شغلك بتبقى عامل إزاي، الفيديو ده هيكون ممتع ومفيد ومفاجئ جدا بالنسبة لك. يلا بينا بقى نبدأ، وكفاية رغي كتير، وندخل في الموضوع ونعرف كل برج بيشتغل إزاي ومين فيهم اللي شبهك. أول واحد برج الحمل، من 21 مارس لحد 19 إبريل. الحمل في الشغل نار مشعللة، هو أول واحد هتلاقيه دايما متحمس لأي فكرة جديدة، دايما عاوز ينجز بسرعة، ودايما هتلاقيه في مركز القيادة. ولو حد بس حاول إن هو يوقفه أو حتى يخليه بطيء كده شوية، ممكن ساعتها تلاقيه يتحول لعاصفة. هو الموظف اللي دايما هتلاقيه يقول أنا أبدأ، أنا أعمل، أنا خلصت. بس لازم كده كل فترة حد يوقفه ويخليه كده ياخد نفسه ويراجع شوية تفاصيل. من الآخر كده الحمل أكتر روقان في الشغل، هو من النوع الناجح المدقق قوي، مش بيبقى عاوز يكون في ضغط، تلاقيه كده عاوز يسمع موسيقى وهو شغال علشان خاطر يهدي أعصابه، يكون ريلاكس ويخلي عقله أكتر تركيز. أكيد طبعا مش هيستغنى عن المشروب المفضل بتاعه اللي دايما كده هتلاقيه جنبه وهو بيشتغل. أما بقى برج الثور، من 20 إبريل لحد 20 مايو، موظف ملتزم ثابت عملي جدا، ما بيحبش التغيير قوي وبيشتغل ببطء، بس شغله دايما هتلاقيه من تحت ايده ممتاز متقن جدا. هو الموظف اللي بيعرف يخلق روتين في العمل ويخلي كده المكان ريحته بخور وقهوة مميزة. بس اوعى، علشان خاطر لو حاولت انك انت تغير الروتين بتاعه او الخطة اللي هو حاططها او تضغط عليه فجأة، هتلاقيه على طول يقف في مكانه وما يتحركش وما يعملش حاجة. الثور هتلاقينا دايما بنقول عليه رجل المهام الصعبة، ممكن يشتغل اي حاجة مهما كانت نوع العمل ده، ولا هتلاقيه ابدا يبطل يطور من نفسه. علشان كده هو دايما هتلاقيه ناجح في اي مشروع هو بيعمله او بيدخله. برج الجوزاء، من 21 مايو لحد 20 يونيو، موظف متعدد المهام وكمان المزاج، يقدر يشتغل في كذا مشروع في وقت واحد ويعرف يتكلم مع اي زميل بأي أسلوب. هو نجم الاجتماعات، بس لو الشغل بالنسبة له بقى ممل أو فيه روتين كتير، هتلاقيه كده بيتهرب من الحاجة دي أو بيقلبها هزار. عاوز تشتغل معاه؟ خليه دايما مشغول وما تسيبهوش ابدا يزهق. من الاخر كده يعني الجوزاء تقليدي بس مدقق جدا، موظف مخلص جدا لعمله وقادر ان هو ينجح وينجح كمان مشاريعه رغم ان هو تفكيره تقليدي شوية، وكمان ما عندوش حاجات جديدة بس قادر ينجح اي عمل بفضل دقته. برج السرطان، من 21 يونيو لحد 22 يوليو، ده بقى الموظف اللي هيخلي المكان بتاع الشغل دافي كأنه زي البيت كده بالظبط، بيحب يراعي زملاته وبيساعدهم من كل قلبه، ما هو حساس جدا، علشان كده ممكن أي كلمة صغيرة تضايقه أو تحسسه. هو دايما اللي بيفتكر أعياد ميلاد صحابه وزملائه، ودايما تلاقيه كده بيجيب كوباية شاي لأي حد متضايق، بس تحت الضغط الجامد اللي بيتحط فيه ده ممكن تلاقيه فجأة ينسحب أو حتى ينفجر بعد ما بيكتم جواه كتير جدا. من الآخر السرطان المتوتر الهوائي، إنجاز العمل مربوط معاه بحالته النفسية، ولما بيتعرض لضغط كبير جدا ومطلوب منه ان هو يلتزم بجدول زمني معين، هتلاقيه وقتها كده يكون في قمة توتره وخوفه كمان، وده هيلاحظه اي حد موجود حواليه. برج الاسد، من 23 يوليو لحد 22 اغسطس، الاسد في الشغل
حضور عالي وكاريزما ما تتوصفش. يحب قوي ان هو يكون في الصورة، ويا سلام لما ياخد شكر وتقدير، ده بيبقى يوم عيد بالنسبة له جدا. مبدع وقيادي وعنده طاقة بتخلي الفريق اللي حواليه ان هو يطلع افضل ما عنده. بس لو ما خدش حقه او حد بقى تجاهله، ياه ساعتها ممكن يتحول لدراما ملكية. من الآخر الأسد المدح قبل الفلوس. هو بيحب الشغل قوي بس بيتغذى كده على مدح الآخرين ليه، ولو ده ما حصلش فهتلاقيه هو بقى اللي بيمدح نفسه، وهتلاقيه دايما بيجري ورا الألقاب والترقيات والأسامي. هو محب للتقدير المعنوي أكتر من المادي بكتير جدا. برج العذراء من 23 أغسطس لحد 22 سبتمبر ده الموظف اللي لازم تكون عنده كل حاجة على أعلى مستوى، تفاصيل، ملاحظات، تنظيم. العذراء ملك التنظيم، بيشتغل في صمت بس شغله بيتكلم عن نفسه. هو الموظف اللي دايما عنده تعليقات بناءة وبيصحح الأخطاء حتى لو ده مش مطلوب منه. بس خد بالك هو ممكن يكون ناقد شوية، بس على فكرة مش ليك بس، ده كمان لنفسه. وعلى فكرة العذراء متقلب شوية المزاج في أداء العمل. العمل مربوط شوية بمزاجه اللي أصلا مربوط بظروف الحياة بتاعته، بمعنى ان لو حياته مستقرة هتلاقي شغله دايما مستقر وحالته المزاجية كويسة جدا. ولو العكس، لو هو بيعاني من مشاكل في حياته خارج الشغل، هيبان ساعتها على حالته المزاجية جدا وعلى أدائه في العمل. برج الميزان من 23 سبتمبر لحد 22 أكتوبر. الميزان هو الموظف الدبلوماسي اللي مش بيحب يزعل حد، بيعرف يوزن قوي بين كل الناس ويحل الخلافات بأقل الخسائر. عنده حس كده جمالي ودايما عينه على الحاجات الحلوة في أي مشروع. بس بقى أوقات بيتردد كتير 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 جدا ويفضل يسأل اللي حواليه طب أنت شايف إيه؟ طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أتصرف إزاي؟ بدل ما ياخد قرار بسرعة وخلاص. الميزان هو العاقل اللي ماشي بطريقة السهل الممتنع، بيعمل كل اللي مطلوب منه. برج العقرب من 23 أكتوبر لحد 21 نوفمبر. العقرب في الشغل تركيز وغموض ونتائج، بيحب قوي ان هو يشتغل في صمت ويبان بقى كده فجأة وهو مخلص مثلا نص المشروع وتتفاجئ انت بقى. عنده طاقة عالية جدا بس ما بيحبش ابدا حد يدخل في الطريقة بتاعته، ولو وثق فيك ده لو يعني كده وثق فيك هيكون اخلص شخص ممكن تشتغل معاه. بس لا بقى لو شك فيك فخد بالك، لان هو ما بينساش ابدا وهيرد لك الاذية. من الاخر كده العقرب مخلص في العمل ودايما قلقان جدا بسبب المستقبل. برج القوس من 22 نوفمبر لحد 21 ديسمبر. القوس الموظف اللي دايما بيخلي المكتب كله يضحك، دايما متفائل وبيحب التجديد والتحدي وعنده دايما افكار بره الصندوق. ويا سلام بقى لو المشروع فيه سفر او مغامرة او حتى مخاطرة، هيكون هو أول واحد يكون متحمس ليه. بس مشكلته إن هو بيزهق وبيمل بسرعة جدا، وتلاقيه بيتنقل من فكرة للتانية بسهولة وبسرعة قوي، فحد كده لازم يمسكه ويربطه على الأرض شوية. القوس محب للتكنولوجيا وبيحب العمل ومخلص ليه ودايما بيسعى للنجاح. الحاجة المعقدة دايما بالنسبة له بتكون بسيطة، ودايما بيستخدم التكنولوجيا في إنجاز عمله ويجمع كده المعلومات المطلوبة منه. برج الجدي من 22 ديسمبر لحد 19 يناير. هو الموظف اللي دايما بيشتغل حتى لو المكتب فاضي. الجدي ملتزم وجد وبيحقق دايما أهدافه خطوة ورا خطوة، ما بيحبش أبدا اللف والدوران ودايما بيطلب النتائج. هو على طول اللي تلاقيه بيشتغل في العيد ويقول لك لا أنا لسه قدامي شوية شغل ما خلصتهمش. بس خد بالك هو ممكن يكون صارم زيادة شوية عن اللزوم ومش دايما بيفهم الدعابة أو النكتة بسرعة. وعلى الرغم إن هو بيحب العمل إلا إن هو ملول وعاوز يحقق النجاح، بس عنده شوية تشتت بسبب الملل. برج الدلو من 20 يناير لحد 18 فبراير. وده الموظف اللي هيخترع طريقة جديدة في العمل، ما هو جاي من كوكب تاني، ويخلي ساعتها الناس كلها بتفكر هو ازاي خطرت على باله الفكرة دي. هو مبدع وحر ومستقل جدا 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 ويحب التجربة وملوش ابدا في الروتين. بيحب يتعامل مع الكل بس دايما هتلاقيه كده محتفظ بالمساحة الخاصة بتاعته هو جدا. هو الموظف اللي لو سبت له الحرية هيدهشك ولو أيدته هيختفي. الدلو ملوش مواعيد مع ان هو مبتكر
في العمل جدا، إلا إنه مؤمن إن في حاجات تانية في حياته لازم يعملها، علشان كده دايما متأخر عن ميعاد وصول الشغل أو بيحب إن هو يمشي بدري. آخر واحد برج الحوت من 19 فبراير لحد 20 مارس. الحوت حساس ومتعاون، بيشتغل من قلبه وبيعرف يحس باللي حواليه، ودايما بيحب يساعد حتى لو على حساب نفسه. خياله واسع وعنده لمسة فنية في كل حاجة هو بيعملها، بس لازم حد يثبته شوية كده على الواقع، لأنه ساعات ممكن يسرح أو يتأثر بأي كلمة بسهولة. الحوت الموظف الخفي، صاحب المجهود الكبير اللي بيحط خطط مبدعة. انت ممكن ما تحسش بيه، بس هو اللي مخطط لكل حاجة انت شايفها. وزي ما اتفقنا ان كل برج ليه طريقته في الشغل، ومفيش حد مثالي او سيء، بس في اللي بيبين الابداع بتاعه في بيئة معينة، وفي اللي محتاج اسلوب خاص علشان خاطر يطلع احسن ما في قلبه وما عنده. اكتب لي في الكومنتات انت برج ايه، وشايف فعلا ان الكلام ده بينطبق عليك. ولو حسيت ان الفيديو ده فادك او حتى ضحكك، ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب علشان خاطر يوصلك كل جديد. وافتكر ان الابراج ممكن تكون دليل، بس الاكيد ان كل واحد فينا عنده لمسته الخاصة. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.